ما هو التصرف الصحيح؟ هذا السؤال عليه 5 درجات بفحص السواء إذا إجاكم سؤال جدا مهم، وأيضا عليه درجات عالية. مثل ما أننا شايفين عنا موجود هون على طرف اليمين. شو مين بيعرف هي الإشارة؟ أكيد عرفتوها. هي بتعني إنه نحن إلنا إشو الأولوية، تمام، وموجودين نحن على إشارة تماما خط عريض. هي الإشارة الإضافية اللي بتجي معاها. نحن متجهين متابعين السير إلى الأمام وناطفين شوي يسارا. على طرف اليمين موجود عندنا شو؟ سيارة زرقاء ومتجهة باتجاهنا. نحن مثل ما أنا شايفين مشغلين الغماز. نحن بهي الحالة لازم مجبرين نشغل الغماز، تمام، لنعلم السائقين الآخرين إنه نحن وين متجهين. عنا إجابتين. الإجابة الأولى عم بقول لي يحق لي المرور، أو يجب علي السماح للسيارة الزرقاء بالمرور. طبعا في ناس بتعرف الإجابة على هذا السؤال، والأشخاص والطلاب اللي ما بتعرف يكتبوا لنا إياها بقسم التعليقات ويراجعوا أيضا معلوماتهم. رح أعطيكم 5 ثواني لتجاوبوا على هذا السؤال. يلا يا رب. بطريقكم لا تنسوا الضغط هون على زر القلب. وبحب أشكر جميع المتابعين اللي عم يتابعونا وعم يدعمونا بتعليقات لطيفة، وأيضا عم يشاركوا هي الفيديوهات مع الأصدقاء المهتمين اللي عندهم فحص نظري لينجح الجميع إن شاء الله وتفهموا هي الأسئلة. الإجابة الوحيدة على هذا السؤال اللي هي فقط الإجابة رقم 1، يعني يحق لي المرور. الإجابة الثانية خاطئة. كوني مثل ما ذكرت نحن موجودين على شارع الأولوية بدنا نتابع. أما السيارة الموجودة على يميننا فهي عندها عدم الأولوية، بدها تنتظرنا نحن لنمشي وبعدين هي تمشي. هذا كان سؤالنا لهذا اليوم. بتمنى تكونوا عم تستفيدوا من هي الفيديوهات ومن هي المعلومات ومن هذا الشرح اللي مبسط اللي عم بحاول أشرح لكم إياه لتستفيدوا وتدخلوا على الامتحان وما تلاقوا أي صعوبات. بتمنى لكم كل التوفيق. انتظروني بالفيديو القادم. كان معكم أنا مدرب سواقة بايرن سالم قاسم.